السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا مستمعي الافاضل والفضليات في كل مكان. عودتكم اني نقدم لكم كيفيات من خلال الصوت، لكن اليوم راح نقدم لكم كيفيه من خلال الفيديو هكا باش تتضح لكم الصوره اكثر. واليوم معنا طريقه الايس كريم. راح نخدموا انا وياكم طريقه الايس كريم لا كريم تاع الصيف اللي هو او في هذه الكيفيه بالذات ما نحتاجوا لا آلة خاصة ولا خاصة بالايس كريم او بالكريم، او سواء كانت هذه الآلة الخاصة او آلة كهربائية، يعني الاثنين ما نحتاجوهم. الشيء اللي نحتاجوه في هذه المقادير او في هذه الكيفية هذه المقادير اللي تاعنا نحتاجوا السكر، نحتاجوا الذوق، لكن انا حضرت الذوق نتاع الكراميل، لكن انتم حبيتوا تحضروا الذوق نتاع الكراميل او الذوق نتاع البنان او تاع الفراج الى غير ذلك. نحتاجوا كريم شانتي، ونحتاجوا المثبت اللي هو ستابيليزاتور، وهذا هو الاساسي في كيفيه الايس كريم. نحتاج كذلك كميه من الحليب اللي تكون هي بارده. هذا الحليب من ناخذوه من اللحظه مخلطينه يعني من قبل باش وحطيناه في الثلاجه باش يبرد. اول شيء كذلك نحتاجو الكيل. اول شيء نبداو نكيلو الحليب. بسم الله. هذا راهي نص لتر، هكذا راهي نص لتر تاع حليب. نفرغ نص لتر تاع الحليب هنا، ونزيد نص كيلة أخرى أو كيلة أخرى، لأن الكيلة تحتوي على نصف لتر. إذا من هنا بالتالي تحصلنا على 1 لتر حليب. نزيد نكمل ما تبقى باش نتحصل على لتر ونصف من الحليب. لتر ونص تاع الحليب هذه اللي راكم تشاهدوا فيها واللي راكم تشوفوا فيها، واش نديروا لها؟ نكايلوا لها السكر، او هذا احسن هذا كاس، وهذا زوز، وهذا 3. يعني هنا فهمنا 3 معناتها الواحد من هذا بكاس سكر. أول شيء نذوبوا السكر اللي حطيناه في الحليب من خلال الخلط اليدوي اللي هو هذا الايس كريم. لا نحتاج آلة كهربائية ولا نحتاج آلة خاصة للايس كريم، سهلة بسيطة جدا. فقط احنا نحوسوا نذوبوا السكر في هذا الحليب من خلال الدوران باليد او بالفوي هذا البلاستيكي، سواء كان بلاستيكي او حديدي. عندما نلاحظوا انه السكر ذاب تماما في الحليب، حقيقة هو راح يبطأ شوية، علاه لأنه الحليب بارد ماهوش دافي، لكن ماشي حاجة كبيرة، ماهيش غادي ياخذ وقت كبير في باش يذوب السكر في الحليب. الملاحظة انه اللي نقولها لكم انه كمية الحليب نجو راح نخلطوها اللي هي لتر ونص. نحاولوا انه يكون الحليب ثقيل، والشيء اللي ننصحكم هو ما ديروش الحليب تاع الساشي، ديروا الحليب تاع اللحظة. اولا من ناحية النقو، يعني الذوق اللي يكون ذوق ممتاز. كذلك نقدروا نصقلوه يكون بودرة، يعني حليب بودرة لحظة، نقدروا نصقلوه كما نحبوا نحن. هنا راني نلاحظ انه هكذا كي نسمع كيما هكذا او نحس احساس انه السكر مازال ما دامش، ما يلزمنيش نحبس على التكرار.
نبقى نخلط فيه حتى تذوب كمية السكر. عندما تذوب كمية السكر راح ناخذ المصفاة ونقوم بالتصفية نتاعها. وهنا راكم تلاحظوا بلي السكر مازال لتحت. هنا شوفوا واش خرجنا من الحليب، حبيبات اللي قعدت، لهذا لازمته يصفى. هنا نكملوا السكر هذا اللي مازال ما ذابش. انتهينا. هنا راه عندنا المثبت، مثبت في لتر ونص. في لتر ونص راح ندير نص مول كيما أو أقل شوي كما راكم تشاهدوا. نحط المثبت لهنا، وكذلك نحاول أنه نذوب هذا المثبت في الحليب. الآن رانا نذوب في المثبت في الحليب من خلال الخرط اليدوي باليد. ماهوش راح يتعبكم، ماهوش راح يدير لكم وقت كبير، لكن بعد ما نتأكد أنه ذاب، لازمتني لو نلاحظ بالكاميرا لهنا تشاهدوا بعض الحبيبات رغم أنه مخلط. لهذا يلزمنا نزيدوا نخلطوه شوية، وباش نتأكدوا لأنه لاكريم نتاعنا يلزم يكون أرطب. باش نزيدوا نتأكدوا لازمتنا نصفيوه. هنا نصفيوه باش حتى كي تفقات حبيبات تبقى الفوق. كما راكم تلاحظوا حبيبات فعلا راهي موجوده. لو نحب نزيد نتاكد اكثر واكثر راح نستعمل مصفاة اللي هي ارق من المصفاة هذه، و بالطاس اللي كيرنا به او بمغرف سقو نحاول اني نزيد نصفيها كذلك. كما راكم تلاحظوا يلزم لاكريم اللي يعطيه لكم الشيف ناصر بأبسط طريقة وأسهل وأحلى وألذ، بدون آلة خاصة وبدون آلة كهربائية. راح نخدموه هذا الآيس كريم في المنزل في الدار بوسائل بسيطة جدا، بوسائل موجودة في كل منزل، في كل بيت، في كل مطبخ. لا نستحق الآلة الخاصة ولا نستحق أو نستنجد بالآلة الكهربائية أبدا، فقط بوسائل بسيطة وسهلة للغاية. نظن هنا رانا
صفينا الحليب نتاعنا والحبيبات راهي راحت. ستابيليزاتور هذا كي ديروه اللي هو هذا لازمك له ديروا له العمليه هذه، وهذا هو الاساسي في هذه الكيفيه تاع الايس كريم. نقوم بخلط لمده تاع دقيقه او دقيقه ونص، ثم نرجعوا للذوق. الذوق كما قلت لكم من قبل تقدروا ديروه ابيض بالراني، تقدروا ديروه بالذوق نتاع البنان، تقدروا ديروه بالذوق نتاع الفراز، تقدروا ديروه اخضر بالذوق نتاع البيستاش، ويبقى الاختيار لكم نتوما، لكن انا اخترت الكراميل. اذا هذه الكراميل هذا نقوم بقص هذا الساشي ونفرغ بالشويه ونقوم بالخلط نتاع الكراميل هنا كما راكم تلاحظوا. راح يتغير اللون نتاعو من الابيض الى البني اكيد طبعا كما راكم تلاحظوا. هنا رانا نخدموا فيه بالكراميل. انتهينا. إذا هنا قوموا بخلط حتى يتفتح الكراميل في الحليب ويعطينا الذوق نتاع الحليب نتاع الكراميل في الحليب طبعا اللي هو رايح من بعد راح يرجع ايس كريم. كذلك انتوما اللي حابين الكريم نتاعكم يكون زايد حلاوه تقدروا ديروا السكر زياده، ماكمش مربوطين بثلاث كيسان او في كل نص لتر ديروا كيس، او العكس كذلك اذا كان حبيتوا اقل تقدروا تنقصوا من الكميه نتاع السكر. لهنا راه تخلط الكراميل. واش نحتاجوا من بعد في هذه الكيفيه اللي هي تاع الايس كريم؟ نحتاجوا لا كريم شونتي. شحال نحتاجوا لا كريم شونتي؟ نحتاجوا ما يقارب 500 غرام في لتر ونص. نفرغ لا كريم شونتي اللي هو عباره على بودره ونقوم بالخلط في الحليب هذا. نحاول هذه العلبة الزجاجية فيها أقل من الطل، يعني الطل نقص القليل حوالي ما يقارب جزء نجد اللي هما ناقصين، لأنه اكتفت هذه العلبة الزجاجية واستحفظت بالكمية المتبقية من القلب. نقوم بالخلط وهكذا انتهينا من عملية الخلط اللي هي انتهت كما هذا الزيت. وكذلك راح نوريكم الثقل نتاعو كيفاه راهو ثقيل. هذا هو لاكريم اللي من بعد راح يدخل في المجمد وراح يولي ايس كريم يدوي مخدوم في الدار بدون آلة خاصة، بدون آلة كهربائية، فقط بطريقة الخلط. ورغم هذا ماهيش راح تدي لكم وقت كثير. إذا هذا راح نحطوه في المجمد. لكن أنا اخترت وخدمت يوم أمس آيس كريم بالشيكولا اللي هو هذا. هنا قال شوفوه الآن راح نحطوا هذا في المجمد. أيوه نحطوه في المجمد.
حتى يشد روحه. وهذا الايس كريم اللي راهو موجود بحذاكم اللي راكم تلاحظوا فيه اخدمته يوم امس باش ما نطولش عليكم وما تبقاوش تستناو في هذا باش يوجد. اذا هذا ايس كريم بالشيكولا، الكريم اللي خدمناه اليوم بالكراميل، حبينا نخدموا تاع الشيكولا، حبينا نخدموا تاع الكراميل، حبينا نخدموا الفريز، حبينا نخدموا بالبيستاش حسب الذوق وحسب اللي تحب كل عائله. نتمنى لكم التوفيق سيدتي سادتي محبي الشيف ناصر في كل مكان. ها أنا أعطيتكم بطريقة واضحة ومن خلال الصورة والصوت طريقة الآيس كريم بدون آلة خاصة، بدون آلة كهربائية، بسيطة جدا لا تتكلف أي شيء، فقط عليكم بالمثبت اللي هو ستابيزاتور اللي هو راه موجود في كل المحلات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. إلى لقاء آخر وإلى حصة أخرى وإلى فيديو آخر بإذن الله في إحدى الكيفيات اللي تطلبوها أنتم. شكرا جزيلا.